مساء الخير. 100 يوم تغيير هتتغير، يعني هتتغير. السيشن دي بقى هي ليها علاقة بالتو سيشنز اللي فاتوا. هنشتغل على التسامح. هو انا ليه اصريت ان انا ما اتكافئش وما اترضاش؟ هو انا ليه اصريت اطلعه وحش؟ اوكي، نفس مره واحده بدخل في سبعه واطلع في سبعه واشوف اصراري على اثبات ان هو شخص مش كويس شدته كام. ناخد مسؤوليتنا ونتابع بعض. برغم ان انا مشكلتي الأساسية مش في الانتقام، ومش في إني رفضت أتراضى. مشكلتي الأساسية إن أنا ما عنديش تسامح، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا دلوقتي فعلا بعد التو سيشنز اللي اشتغلتهم دول أنا بقيت فعلا أنا بحب نفسي قصاد إن أنا ما عنديش تسامح ناحية الراجل ده، بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. برغم إن أنا الآن فعلا حاسة بحب ناحية نفسي، بس أنا ما عنديش تسامح ناحيته حقيقي. هو يستاهل كل المشاعر اللي أنا حسيتها ناحيته يعني. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. برغم ان انا ما عنديش تسامح ناحيته، بحب نفسي وانا ما عنديش تسامح ناحيته. بحب نفسي تماما واقبلها بدون حدود. انا ما عنديش تسامح تجاه الشخص ده علشان كل شخص مسؤول عن تصرفه، عشان هو عارف انه كان غلطان، عشان ما حدش بيعمل في حد كده. انا عندي اسباب كتير قوي 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 to hold on مع عدم التسامح، بس ما فيش اي سبب فيهم ايجابي. ما فيش اي سبب فيهم هيقربني من ربنا اكتر. مفيش اي سبب من اللي انا قلتهم دول هيخليني عايشه اكتر سعاده. كلها اسباب سلبيه بتدور حوالين ان انا بركز على عدم استحقاقيه شخص ما في معنى ايجابي. انا نفسي تماما واقبلها بدون حب. بالرغم ان انا عندي اسباب كتير قوي كلها بتدور حوالين ان انا عايزاه يطلع ما يستحقش الحلو، بحب نفسي واقبلها بدون حب. بالرغم ان شعور انا عايزاه يطلع ما يستاهلش الحلو كرامته مش احسن حاجه بالنسبه لي، بحب نفسي تماما واقبلها. برغم ان انا لما باجي اشتغل على التسامح بشتغل على التسامح عشان انا بحب نفسي، مش عشان الشخص التاني يستحق التسامح، بحب نفسي تماما واقبلها. رغم ان انا لما باجي اشتغل على التسامح بشتغل على التسامح عشان انا بحب نفسي بحضنها واستقبل لها طاقه الهيه من عند ربنا، مش عشان الشخص التاني يستحق التسامح، بحب نفسي تماما واقبلها. انا لما بختار اشتغل على التسامح بشتغل على التسامح عشان انا بحب نفسي، عشان انا عايزه استقبل نوع الانرجي اللي تخليني ما اشوفش وشك ولا وش امثالك تاني. انا بشتغل على التسامح عشان اعمل ليتن جو لنوعيه الناس دي من حياتي. ولو هو بابايا او مامتي فانا بشتغل على التسامح عشان اعمل ليتن جو للسلوك ده اللي خدته منهم، عشان بعد كده ما اخدش ده منهم تاني، وما اخدهوش من شريك حياتي، وما اخدهوش من اولادي في المستقبل. انا دايما بس بختار to let go شعور الاذى والانتقام، وبختار استقبل التسامح عشان انا عايزه الحلو لنفسي، عشان انا بقيت بحب نفسي تماما وبختار لها الاختيار اللي يكون في مصلحتي. عايزه احس بالسعاده. انا كنت مختاره عدم التسامح للشخص ده، كنت مختاره اثبات ان هو مع ان انا خدت منه اللي مش حلو، هو ما تاثرش وحياته ما تاثرتش، بس الاستراتيجي دي ما بقتش مناسبه معايا. انا خلاص بقيت عايزه اسيبها. بقيت مختاره انه لو هو اذاني انا عايزه اخد التعويض للاذى ده.
واخد المرضية قصاد الأذى. عايزة اخد من طاقة إلهية كل العوض علشان انا اتعرضت للموقف، برغم ان انا ما ينفعش اكون اتأذيت من غير ما يكون ليا درس في اني اتأذيت. يعني اكيد انا فيا حاجة محتاجة تتغير. بحب نفسي تماما واقبلها بدون. انا اتأذيت زي ما قلنا عشان كان عندي نقص في الحماية، وانا الان بختار اني اخد درسي واختار ان انا استقبل الحماية. انا الان بختار اني اسيب الاذى اللي انا اتأذيته واتعلم الدرس، بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. محدش بيتأذى وهو مظلوم. احنا بنيجي من على التايم لاين بتاعنا بنختار معتقدات. ممكن اكون اخترت معتقدات جدتي، ممكن اكون شفتها مظلومة في جوازها فاخترت صفها من غير ما اعرف انها كده تبقى مش مظلومة، هي بتبيع لنا انها مظلومة. ممكن تكون هي الشخص اللي بيقدم اقل في العلاقة، عشان كده شريك حياتها حاسس انه مش بياخد منها قد ما بيديها. عشان كده ممكن اكون بشوفه بعيني غضبان مع انه ممكن يكون هو اللي مظلوم، بس هي بتعيط فانا صدقت ان هي مظلومة. انا هنا اخترت الانعكاس. بالرغم ان انا اخترت في لحظة من اللحظات اني ادعم شخص ممكن ما يكونش مظلوم فعلا، وده سبب لي ان انا اتأذى عشان اتعلم الدرس. بحب نفسي اقبلها بيه. انا الان بختار ان انا اتعلم الدرس، بختار اني اسمح للعلاقة اللي انا حكمت عليها انها تكون زي ما هي. بحب نفسي تماما واقبلها بدون. انا بختار اني ما احكمش مين الظالم ومين المظلوم في العلاقة. قد يكون اللي بيعيط نرجسي، واذى الشخص التاني اللي ممكن يكون اكثر صدقا وبيتألم وبيزعق. as long as ان انا ما كنتش معاهم، ما شفتش اللي حصل وما شفتش الهيستوري اللي وصل الطرفين للنقطة دي، فانا الان بختار اني ما احطش طاقة شعورية لاي طرف من الطرفين، واختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. انا الان بختار اني ما اكونش في صف اي طرف من الطرفين. بختار اني ما اكونش في حال تعاطف مع شخص انا ما اعرفش المحتوى الطاقي بتاعه والمحتوى الشعوري الحقيقي بتاعه شكله ايه. انا بختار ادعم الشخص ايا كان. ادعم الغضبان من طاقة إلهية اقول له معلش، وادعم اللي بيعيط من طاقة إلهية واقول له معلش، بس ما خدش صف اي حد فيهم، لان اي اتنين في علاقة بيكونوا مراية لبعض. مفيش في العلاقات ظالم ومظلوم. انا بختار ان انا اتعلم الدرس القديم ايا كان شكله إيه. بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. انا الان بختار اني اتعلم الدرس القديم اللي خلاني اتعرض للاذى. بختار احب نفسي تماما واقبلها بدون. انا الان بختار بدل ما احكم على طرف بانه غلطان وطرف انه معاه حق، بختار ان انا استقبل الصلح للطرفين. بختار احب نفسي واقبلها بدون حدود. انا الان بختار استقبل من طاقة الهية المعاني اللي وهي معايا.
إن أنا أدرك إن أنا لما أشوف العلاقة دي أبقى فاهمة إن كل طرف من الاتنين عنده مسؤولية ناحية العلاقة. هكون متوازنة في رؤيتي للقصة، واستقبل لهم كل المعاني اللي وهي معاهم، يكونوا في حال سلام وتوازن، تكون العلاقة متناغمة، وابقى مقتنعة إن أنا بختار لهم من طاقة إلهية، إن كل واحد فيهم يتعلم درسه بأسهل طريقة ممكنة، واختار أنا إن أستقبل المعاني من طاقة إلهية اللي تخليني مش في صف حد فيهم. أنا الآن اخترت إن أنا أخرج من الكارما بتاعة إني آخد صف حد وأنا مش عارفة إذا كان ظالم أو مظلوم. اخترت أحب نفسي وأقبلها بدون حب. أنا الآن اخترت إني أخرج من إني أشيل ذنب شخص أنا وقفت ضده وهو مظلوم، واخترت آخد درسي زي في سورة صاد: وظن داود أنما فتناه، لما سمع من طرف واحد وما سمعش من الطرف التاني، واستغفر ربه. أنا دلوقتي بختار أستغفر ربنا إني وقفت مع طرف مش عارفة إذا كان ظالم ولا مظلوم. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. أنا الآن بختار أحرر دعمي لشخص معين عشان كلامه على مزاجي، وبختار اخد درس من اني ممكن اكون حطيت طاقتي ودعمي في المكان الغلط. بختار استقبل كل المعاني اللي وهي معايا، تخليني مدركة ان الاذى اللي تعرضت له يمكن كان القصاص للشخص المظلوم اللي انا ظلمته هناك من غير ما هو يعرف، من غير ما انا اعرف، ظلمته في عقلي بس. وبختار دلوقتي اني استقبل كل المعاني اللي وهي معايا، تخليني مش في استحقاق للأذى ده. بختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حب، برغم إن أنا أخدت الأذى ده عشان أتعلم ما أتدخلش في اللي ماليش فيه. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود، وبسامح نفسي، وبسامح الشخص اللي الدرس جاء من خلاله، وبسامح أي شخص شارك بالوعي واللاوعي، جدي وجدتي اللي أنا دخلت في وسطهم بدون مبرر. وبختار إني أحل ده. أحب نفسي وأقبلها بدون حدود. أنا دلوقتي ما بقاش عندي مبرر إني ألوم الشخص اللي أذاني، عشان هو كان أداة ربنا ليا لتعلم الدرس اللي أنا غلطت فيه في الأول. بحب نفسي تماما وأقبلها بدون حب. أنا الآن بختار التسامح مع الشخص اللي أذاني، عشان هو ما كانش أول سلسلة في الأذى، هو كان تخليص للأذى اللي أنا قدمته لشخص من غير ما أحس. اختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون. التسامح مع اختياري اللي أذى جدي في الماضي، والتسامح مع الأذى اللي أنا دفعت فيه تمن الاختيار في الحاضر. التسامح لنفسي، مرضية للأسبكت القديم، المرضية لجدي وجدتي، أو أيا كان الموقف اللي أنا خدت فيه صف الشخص الغلط، المرضية للشخص اللي أنا شايفة إنه ظلم. أنا الآن بختار التسامح مع الحدود، اختار استقبال كل المعاني من طاقة إلهية اللي وهي معايا،
بختار ان انا ما اكونش عندي حكم على اي موقف بشوفه بدون ما افهم. بختار اني استقبل لاي اتنين ضد بعض السلام والتناغم. بختار التسامح مع الأذى. بختار لنفسي السلام مع كل الأذى اللي قدمته، السلام مع كل الأذى اللي خدته. بختار التسامح الحقيقي من طاقة إلهية. بختار أحرر الشخص اللي أنا شايفة إنه أذاني من مسؤوليته ناحيتي. بختار أحس بالامتنان لأنه كان مسار ربنا ليا لتعلم الدرس. أنا الآن بختار أستقبل الامتنان. أنا الآن بختار إني أبعت للشخص ده الامتنان لأنه كان مسار ربنا ليا لتعليم درس الظلم اللاواعي. يمكن هو كمان زي ما أنا ما كانش قصدي، هو كمان ما كانش قصده. أنا الآن بختار التسامح. بختار التسامح مع الشخص ده. بختار التسامح مع نفسي دلوقتي. بختار التسامح مع الأسبكت القديمة بتاعتي هناك في الماضي. بختار إن أنا أكون محمية من الدخول في مواقف زي دي. بختار إن دخولي يكون سلام للطرفين وحل مشكلتهم بدون تحيز لطرفين. بختار إدراك التسامح من طاقة إلهية. بختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. لف لفة كمان كل المعاني اللي أنا محتاجاها عشان أقبل التسامح لغاية بلاستيك. أنا الآن بستقبل كل المعاني اللي لسه محتاجاها عشان أقبل التسامح وأنا مرتاحة. أنا الآن اختار استقبال كل المعاني اللي أنا لسه محتاجاها عشان أقبل التسامح وأنا مرتاحة. اختار أحب نفسي تماما وأقبلها بدون حدود. نفس مرة واحدة، بدخل في 7 وبطلع في 7. شوف اللي بدأنا بيه الإصرار على عدم التسامح باقي منه أكتر من 3، وعيد السيشن تاني باقي منه أقل من 3، وعيد السيشن بكرة الصبح.